السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. قربنا ننتهي من سنة 2024 وداخلين على سنة جديدة. اللهم اجعلها سنة خير علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى أمة محمد كلها بالخير يا رب. هنعمل النهاردة وصفة حلوة قوي، كلنا في البيت ما بنستغناش عنها، ومش هنحتاج نشتري حاجة من بره، بمكونات بسيطة وموجودة عندنا في البيت. هنعمل عيش التورتيلا دوت، سهل وبسيط وأول مرة أنا أعمله، وقلت أعمله معاكم ونجربه كده. هنا بوريكم ان عيش التورتيلا، بصوا انا بطبقه بعد ما عملته في منتهى الجمال. يعني ممكن انتي تاخديه توظفيه كعيش سوري، ممكن توظفيه للكريب، مش هيقول لا، طعمه حلو قوي طري. ممكن تغمسي بيه جبنة، ممكن تغمسي بيه كفتة، ممكن تعملي فيه بطاطس محمرة للأطفال وتعملها لهم كده. بصوا أنا أوريكم تطبيقة الكريب، وريتكم ازاي بنلف العيش السوري، وهنا بقطع منه. طعمه في منتهى الجمال. هنبدأ وصفتنا ونقول: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنا 3 كوبايات دقيق نخلتهم كويس، علشان في الدقيق بص بيجي فيه شوائب برضو ساعات. وحطيت هنا معلقة ملح، وحطيت 3 معالق زيت. بس كده، كده المكونات بتاعتنا خلصت. اظن مفيش بيت مفهوش دقيق، مفيش بيت مفهوش زيت، مفيش بيت مفهوش رشة الملح. تمام. معايا كوباية مية سخنة، ايوه مية سخنة. قلبت كده بالمعلقة وبعدين هقلب بايدي وعجنت العجينة هنا بتلزق. لميتها من الطبق بتاعي وخدتها على المفرش السيليكون، ملزقة جدا في ايديا. اديكوا شايفين انا بنزل كل العجين بالمعلقة من ايدي، وهروح اشطف ايدي وهكمل عجن، عشان انا كده يعني اعرف العجينة هل فعلا هي عايزة دقيق ولا لا. انا ما صراحة ما حطيتش دقيق وعايزاها بتلزق كده، هقول لكم ليه واحنا بنشتغل. فرشت دقيق في قلب الصينية وقطعت الكور. ال3 كوبايات هما مش كوبايات كبيرة، دي كوباية الشاي اللي بنشرب فيها الشاي السادة. عملوا لي 7 أرغفة و7 كور. بصوا بقى، انا جيت افرد هنا اهو بالعادي من غير دقيق، لقيت العجينة لمت وراحت متكعبرة كده ببعضها. رحت ايه فرشة دقيق فوق وفرشة دقيق من تحت. ده اللي انا عملت حسابه. لكن انا لو خليت العجينة قاسية من الاول وهحط دقيق من فوق ودقيق من تحت، العجينة هتنشف وتتكسر مني وانا بسويها. جبت صينية من صواني الاكل. شوفوا بقى هنا معايا ولاحظوا حاجة معايا حاجة يعني نكدت عليا قوي، بس يعني والله عادي. يعني انا نقيت يعني مثلا الصينية اللي مهلوكة شوية عندي كانت تيفال وخلاص، يعني حتى هي حمرا اهي من بره. لاحظوا بس الفيديو معايا للآخر وهنتكلم في الموضوع ده. سخنتها كويس ونزلت بالرغيف ده بسويه. وكنت انا اثناء ما بسوي الرغيف كنت بعمل الواحد التاني، وحطيته برضو ايه على النار. وبعد كده هو قلت لا بقى انا ايه، امسكهم كلهم اعملهم مرة واحدة صاحب بالين كداب. وبعد ما اخلصهم اقف اسوي. طفيت طبعا على الصينية وخلصتهم اهو. وهوريكم انا كنت فرداهم على حتة بيضة وحطاهم يعني يستريحوا. مش عارفة اللقطة هنا دي ما جاتش ليه، ويمكن تيجي الله اعلم. انا ركبت الفيديو ومش عارفة. هنا بصوا انا اهوت بسوي. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني بيستوي بسرعة جدا. اول ما تلاقيه كده اللون العجين بصوا ابيض كده اهوت وخلاص تعرفي ان هو استوى. بتاخديه كده على الوشين، حبة على الوش ده، دقيقة مثلا على الوش ده ودقيقة على الوش ده، وتقلبيه مرتين لحد ايه. ولازم تحطيهم في طبق فوق بعضيهم وتغطيهم برضو بفوطة علشان يفضل محتفظ بالطراوة بتاعته. تمام كده. بصوا بقى، بصوا الصينية وصلت لإيه، وإيه المرحلة اللي وصلت ليه. الصينية اتحرقت الحمد لله. كان شاغلني أول موضوع ده طول ما أنا بسوي. خلصت. وبصوا
الصينية عايزة اوريها لكم بقت عاملة ازاي، اتحرقت من جوه. هي دي اصلا كانت تيفال واتقشرت عادي يعني من زمان، هي قديمة جدا. ومن بره كانت حمرا بس الحمار بتاعها ايه يعني، اللي كان متقشر برضو متبهدل. هنا بصوا انا مسكتها دعكتها وصلتها للمرحلة ديت. فخلاص بقى يعني بصوا انا مش عارفة الخطوط اللي جاية بالطول ديت دي ده ايه. هل الاحمر انا خليته بقى مقلم ولا ايه اللي حصل؟ بصوا ولا انا مدعكت بقى ده طلع في دوت وصلتها كده. الحمد لله اها وصلت برضو المرحلة نظيفة. خلاص بقى احنا هنخليها للحاجات اللي زي كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.